ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ قبل اي حاجة نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تاني حاجة بقى متنسوش تشتركوا في القناة عشان توصلكوا كل فيديوهاتي. انا كان مطلوب مني بقى اعمل نتيجة العادية جدا دي في مجسم، بس يبقى حاجة فيها فانتازيا كده لطفل يعني، هتتحط في اوضته. فقلت ماشي، انا بحب فيلم همام في امستردام جدا بتاع محمد هنيدي. فقلت خلاص انا هاخد المين كاركتر بتاعتي البطاطساية، وهاخد البطاطساية دي بقى وهي ماشية في شارع من شوارع هولندا وشايلة شنطة السفر، ومن هنا ماشية ماشية على الأرض، ومن تحتها مكتوب بالبطاطس كده حتة من الأغنية اللي هي بص يا ابني على اللي هيبقى بكرة مليونير، والبلاعة جنبه. طب ما البلاعة دي ممكن تتفتح ويتحط فيها فلوس وتبقى حصالة. فمن هنا جت فكرة الحصالة، وإن هي تبقى إيه، نتيجة وحصالة في نفس الوقت. واشتغلت على اللي انتوا شايفينه ده، وما فضلش غير نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. يا رب يعجبكم. اول حاجة بقى طبعت ورقة بالكلام بالفونت اللي عجبني، وجبت قطعة فوم نحت اللي هي سمك 3 سنتي، وابتديت احط عليها الورقة زي ما انتوا شايفين كده، وبعلم بقى بالقلم الرصاص. خلاص علمنا وكتبنا، هبتدي بقى اقطع. بعد ما قطعت الكلام خلاص كله تمام، هديها بقى وش غير عشان تنشف معايا كده الفوم. وبعدين هجيب بقى اللي هو الصلصال الحراري ده، وهبتدي زي ما انتوا شايفين بقى اشتغل واعمل بيهم الكلام كله. الموضوع سهل، هخلصهم بقى كده واوريهم لكم. اديهم بصوا بعد ما خلصوا. هبتدي بقى ايه اديهم وش غير. على فكرة الصلصال الحراري ده المفروض عشان ينشف بيتحط في الفرن يعني، والمدة بتبقى مكتوبة في ظهر الورقة، بس انا عشان الفوم خفت يسيح فقمت ايه، قلت اجرب الغيرة، وفعلا مسك نفسه ونشف يعني. هبتدي بقى اجيب قطعة فوم نحت اللي هي ال5 سنتي، سمك 5 سنتي، وابتدي احفر مكان الكلام عشان ابيت الكلام جوه الفوم يعني، على اساس ان دي الارض اللي فيها الطين. وهكمل بقى الفوم كله بنفس الشكل. بصوا هنا المنظر بعد ما خلصت خالص وبيت الكلام جواه وكله تمام، وعرفنا اماكن كل حاجة. نسيب بقى دي ونحطها على جنب، وهجيب السلك اللي هو بجيبه من الموان يعني، وهبتدي اعمل ايه، الجذور اللي بتبقى في الارض. عملت الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب بقى الستيكر بتاع الدهانات ده او اللزق بتاع الدهانات، واعمل بيه الجذور كلها. نبدأ بقى نعمل الخلطة السحرية، شوية غرة، وهحط على قد الغرة هحط عليها جبس ابيض، ونقلب لحد ما نطلع بايه، بالمنظر ده. وابتدي اعمل الجذور بقى. بس هعملها كلها بقى ونخلصها وخلاص وتمام. هتشوفوا المنظر ده. وابتدي الطش كده برضو في الكلام بنفس الخلطة دي. ده المنظر في الاخر يعني. هبتدي بقى عايز ايه، ابيت الجذور دي تحت الكلام، فهبتدي اعلم مكان ليها كده. وهنا بعد ما ايه، ما بيتناها يعني في مكانها، والكلام من فوقيها زي ما انتم شايفين. نيجي بقى نعمل النتيجة او البطاطساية اللي هتبقى النتيجة محطوطة فيها. زي ما انتم شايفين جبت قطعة فوم اللي هي سمك 5 سنتي، وعملت مكان للنتيجة. هاجي بقى على ظهرها وابتدي الزق غيرة، واجيب قطعة فوم تانية برضو 5 سنتي اللي هي سمكها 5 سنتي، والزقهم في بعض زي ما انتم شايفين كده. رسمت عليها شكل بطاطساية، وابتدي اشتغل بالقطر وبالصنفرة لحد ايه، ما اوصل لشكل ايه يعني لذيذ، حاجة كده كاريكاتير.
ده بقى بعد ما خلصتها ورسمت فيها العيون والحواجب والبق وخرمت مكان الايدين والرجلين. جبت بقى السلوك دي زي ما انتم شايفين، وهبتدي ايه اعملهم اربطهم ببعض عشان نعمل بيهم الدراعات والرجلين. هاجي بقى اقلبها من جوه كده زي ما انتم شايفين، وهديها غيرة عشان تمسك الايه السلوك دي من جوه اللي باينه. وبعدين هعمل ايه الدراع الكف بقى، وهبتدي اقطع السلك عشان الصوابع. وابتدي ايه اعملهم بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. كده عملنا الصوابع كلها. نعمل بقى الرجلين عشان يطلعوا نفس المقاس، بظبطهم مع بعض يعني. وهنا بظبط القدم نفسه مع بعض عشان يطلعوا نفس المقاس. نركب بقى الرجلين في اماكنها. هجيب بقى قطعة فويل وابتدي ايه الفهم على الكف. هنبتدي نلف على الكف بس من غير الصوابع يعني. واجيب بقى اللزق بتاع الدهانات وابتدي ايه الزقها عشان الفويل يمسك كده كويس ما يفكش مني. ونفس الموضوع هنعمله في الرجلين برضو. وبعدين بقى ايه نفس الخلطة، بس المرة دي بدل بجبس عملت اسمنت ابيض. وبعدين الصلصال بقى هبتدي اعمل الايدين والرجلين برضو زي ما انتم شايفين كده. الايد التانية دي ما اهتمتش بيها عشان ايه كده كده هنعمل لها جيب ونخبيها. الابيض اللي كان في الرجلين ده صلصال تاني عشان كان الموف خلص. هدي بقى غيرة عشان تمسك كده الصلصال وتنشفه. وهدي برضو غيرة للبطاطس نفسها. وبالسوبر جلو بقى لزقت الايدين. وبعدين جبت قطعة صلصال وابتديت اعمل الجيب زي ما انتم شايفين كده. بحاول اشكلها بس. كده ايه الجيب يعني شبه خلص خلاص. هديله غيرة بقى عشان برضو الصلصال ينشف. نفس اللي عملناه في البطاطساية الكبيرة هو اللي عمله في البطاطساية الصغيرة، يعني نفس الستبس نفس الخطوات. برضو قطعتين فوم كل واحدة 5 سنتي سمك 5 سنتي، ولزقتهم في بعض وابتديت ايه اشتغل بالقطر وبالصنفرة. انا بس ايه بوريكم المشهد في الاول كده وبعدين هخلصها اوريها لكم. هنا اهو خلصتها بنفس الستبس اللي عملناها في البطاطساية الكبيرة. بصوا منظرها بقى عامل ازاي. نبدأ بقى نعمل الشنطة بتاعت السفر. جبت قطعة فوم برضو ايه وبظبطها كده بالصنفرة. وبعدين هقوم جايب الصلصال واقوم مغلفها كلها جواها. بعد ما خلاص خلصتها هجيب بقى ايه قطعة مناديل اللي هي بتاعت المطبخ دي، واشتغل بقى بالمية اللي انا مدوب فيها غيرها. اشتغل بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اقفل الشنطة كلها. بعدين جبت سوستة قديمة عندي، هبتدي بقى بالسوبر جلو الزقها. خلاص لزقنا بقطع الزيادة ده. وزي ما انتوا شايفين برضه انا شغال ازاي بحاول اداري العيوب يعني اللي كانت باينة في السوستة من الطرف عشان تبقى ايه كأن السوستة برضو يعني مبيتة من جوه في الشنطة كويس زي الحقيقية بالظبط. وبعد ما نشفت بقى ايه قمت مديها وش غيرها. وجبت المناديل العادية
واقوم برضو شغال زي ما انتم شايفين كده بالمية اللي عليها غيرة او متدوب فيها غيرة يعني. هجيب برضو السلك ده. انا عايز اعمل هنا اللي هي الحتت هتفهمه دلوقتي، اللي بيبقوا ماسكين الدراعات بتاعت الشنطة. وهبتدي ايه اربطهم في قطعة سلك تانية عشان ايه يمسكوا كويس معايا في الشنطة. هتفهموا دلوقتي. بصوا حطيتها على الشنطة من الجنب وحطيت عليها صلصال. بظبط بس المنظر. بصوا شايفين. بعدين اقوم مديها غيرة، واجيب قطعة منديل برضو واقوم حاططها عليها، واشتغل بالمية اللي متدوب فيها غيرة. اقص الزيادة وابتدي اظبطها، وبعد ما تنشف بقى ايه اقوم مديها غيرة برضو. هنا بقى كان عندي دراع شنطة بتاع لابتوب قديم، فقمت قاطعها وعامل منها اللي انتوا شايفينه ده. دراعات الشنطة بقى هنا بلزق هنا بالسوبر جلو يعني. هعمل الدراعات كلها. هنعمل بقى الكنبة كده. خلاص الشنطة خلصت. الكنبة برضو بالسلك اللي انتوا شفتوه ده. عملت الشكل اللي انتوا شايفينه، وهبتدي ايه الزق كده بس اثبت، وبعدين انا هلزق بعد كده بالسوبر جلو. خلاص ظبطنا الشكل بتاع الكنبة. هجيب بقى الستيكس بتاعت الايس كريم، وابتدي اقطمها من الجناب كده زي ما انتوا شايفين. هثبت الدراعات بتاعت الكنبة نفسها كده في اي حاجة، وابتدي الزق ايه الستيكس. الموضوع سهل مش صعب. بصوا المنظر بعد ما خلصت. انا بحاول اوريها لكم بقى من كل الجوانب بتاعتها يعني. بس بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ والله نسيت. هنعمل الطريق اللي فوق. هنجيب قطعة الفوم دي اللي هي سمك ال3 سنتي، وابتدي اعملها بالفويل زي ما انت شفتوا كده. ودي بقى القطعة دي بتاعت الكنز بتاعت البيبسي، كان زيت البيبسي قطعتها بالقطر. وايه وهنعملها هي دي البلاعة، وهحفر مكانها. بيتلها مكان كويس خلاص. هجيب بقى صلصال وافرده زي ما انتوا شايفين وايه، واعملها من جواها بنفس المنظر كده. دي هتبقى بلعتنا. بحاول بس اعمل لها شكل يعني من جوه. جبت السلك اللي هو بتاع السلك اللي انتوا شايفينه ده اللي هو بتاع الشبابيك بتهيألي، وقمت عامل بيه شكل من جوه كده، وعملت حروف كده اي حاجة. وبعدين بقى بالغيرة عشان ايه الصلصال ده ينشف معايا. خلاص نشفت بقى وبقت ايه تمام جدا. جبت الصنفرة وابتديت اشتغل حوالين البلاعة كده. ده بقى هيبقى الرصيف يعني. هبتدي اشتغل عليه بقى. مشغل بقلم النحت. ابتدي اعمل بس شكل الرصيف واعمل شكل الطوب اللي جوه. هجيب بقى قطعة فويل كده وابتدي ايه اخرم. بصوا المنظر في الاخر. برضو شغال بقطعة الفويل كده ايه بنقر فيها، وابتدي ايه اقطع شوية من الطوب كده من فوق من على الوش بالراحة كده، كأن الطوب ده متكسر يعني. وبعدين نسيب الارض في حالها بقى ونروح نعمل عمود النور. هبتدي بقى ايه بقطع خشب من اللي هي من الستيكس بتاعت الايس كريم. ابتديت اقطعهم زي ما انتم شايفين كده،
وفي الجناب اديت بالصنفرة زاوية 45 كده، عشان لما ايه، لما الزقهم ببعض يبقوا مبيتين في بعض كده. ابتديت الزق بالغيرة، وبعدين المفروض بقى ايه اجيب، عشان الازاز ده يبقى اكريليك او اكريليك شفاف يعني وكده، فانا ما عنديش ماشي، فمش مشكلة هعمل بايه، بالدوسيه اللي انتوا شايفينه، وابتدي اقطع على قدها، وهدي وش غيرة بقى للايه، للفانوس نفسه من بره ومن جوه ومن كله، عشان ايه يبتدي غير ان هو يشد معايا، يبتدي يحسسني شوية ان هو معدن مش خشب بعد التلوين يعني. وعملت القطعة اللي تحت دي، وبرضو بالستيكس بتاعت الايس كريم لزقتهم في بعض، وقمت عامل المثلثات اللي انتوا شايفينها دي، وهلزقهم ببعض عشان دول هيبقوا القاعدة اللي فوق من فوق الفانوس. ودهنتهم كلهم بالاكريليك الاسود يعني، الوان اكريليك. وهلزق معاكم، بصوا لزقتهم ازاي. هلزق معاكم بقى قطعة برضو بالسوبر جلو. بصوا بقى، ده جزء كان في قطرة، عملته كأنه ده اللمبة يعني، ودي الغطا بتاع القطرة، ودي المفروض هتبقى القاعدة اللي تحت، ودي عرفنا بقى اللي هتتركب من فوق الفانوس من فوق. وده بقيت قلم، وده شاليمو عادي اللي هو التخين ده، وقطعت برضو قطع شاليموهات صغيرة كده برضو ايه، عشان يعملوا شكل من زي اللي انت شايفينه اللي لونهم لبني دول. وهلزق بقى كله في بعضه وهوريكم. بصوا عملت برضو القطع، بصوا انا هنا بركب اللمبة يعني، والله عجبتني جدا، مدية ايحاء اللمبة بجد. وبعدين هركب بقى الغطا من تحت كده بنفس المنظر زي ما انتم شايفين. وبعدين هقوم حاطط برضو الايه، هلزق القاعدة، وهلزق بقى فيها اللي انتوا شايفينه ده. دي برضو السلك اللي هو اللي احنا كنا شغالين بيه في الدراعات بتاعة البطاطس برضو، والكنبة عملت برضو منه الاشكال دي. انا بوريكم بس هلزق ازاي، على اساس ايه تبقوا فاهميني، عشان ايه انا بحاول اقصر لكم الفيديو والله على قد ما اقدر عشان ما تزهقوش. بص بقى، بعد ما لزقت العمود كله، بصوا المنظر بقى عامل ازاي. كمان مع بعد ما يتلون هيبان عمود جدا. انت شفتوا المنظر في الاول. هبتدي بقى ايه الطش بالخلطة اللي احنا كنا عاملينها، اللي هي الغيرة بالاسمنت الابيض. هشتغل بس ايه جنب الرصيف زي ما انتوا شايفين، وحوالين البلاعة، وطبعا في الرصيف برضو. بس نبتدي بقى نطين الدنيا. هنحط غيرة، وبعدين بقى اقوم رشش عليها الطينة زي ما انتوا شايفين. المفروض بسيبها بقى تنشف شوية، وبعدين ارجع بعد ما تنشف ايه، اقوم بمية متدوب فيها غيرة، ومدي وش في التاني لحد ما الفوم ما يبقاش باين معايا خالص. زي ما انتوا شايفين بحط الطينة كده، وبعدين بقلبها، انزل كل الزيادة ده، واكمل برضو بالمية اللي ايه، اللي مدوب فيها الغيرة. هنا خلصنا الموضوع خالص اهو. نبتدي بقى ايه نلون الجذور دي. انا كنت عايز اعمل لون كاكي، فحطيت ايه، ابيض على نقطة اصفر على نقطة بني على سنة اسود. هتشوفوا اللون في الاخر يعني. بصوا، هبتدي الونها بقى كلها. بصوا المنظر بقى في الاخر بقى عامل ازاي. هبتدي بقى اجيب لون بني عادي، وبسفنج كده وايه،
قطعة سفنج كده صغيرة وابتدي الطش في الجذور كلها. شايفين المنظر بقى؟ وبعدين هنغمق بقى شوية البني ده بايه، بحبة اسود كده، ونعمل نفس الموضوع برضو بالسفنجة، وابتدي ايه انقر فيها كده. خلاص خلصناها بقى، نبتدي ايه نبيتها في مكانها. هدي بقى وش غيرة للطريق كله بالاسفلت بكل حاجة. نبدأ بقى نعمل الظهر بتاع الحصالة. عملت بوابة كده عشان دي اللي هنطلع منها الفلوس يعني. وبعدين جبت 3 مفصلات وهلزقهم بالغيرة زي ما انتم شايفين، وهأكد عليهم بعد كده بالسوبر جلو. هبتدي بقى ادي وش غيرة برضو للفوم كله يعني. خلاص تمام خلصناها، والمفصلات سبتت اهي. بصنفر بس الجزء اللي في النص ده عشان احط فيه ايه الدراع بتاع شنطة اللابتوب اللي استخدمناه في الاول في الشنطة بتاعت البطاطساية. هستخدمها تاني هنا ان هي تبقى ايه حاجة شد بيها البوابة يعني، زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بصوا ده المنظر القاعدة من تحت بالبوابة بعد ما اتعملت. وبعدين عملت الجنبين يا دوبك هلزقهم بس. بصوا بقى بعد يعني ايه ما حطيت عليها من فوق الارضية اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، هنلزقها بقى. وعملت قطعة كده من الكرتون بتاع ورق المناديل عشان ايه تنزل الفلوس على طول في البلاعة يعني. وبعدين الجزء اللي فوق ده كان عايز يتظبط فظبطته بالفوم كده زي ما انتوا شايفين عشان يبقى برضو بقية الطينة كانت فراغ يعني، فظبطتها وعملتها كده ايه بنفس المنظر اللي عملناه في الارض اللي فيها الطينة من الاول. هبتدي برضو ايه هنطين الدنيا تاني. بصوا بقى المنظر. ده الجزء اللي هيركب في الجنب بقى، اللي هو هيتحط عليه البطاطساية الكبيرة اللي هتبقى فيها النتيجة. برضو قطعة فوم برضو سمك 3 سنتي، وقمت حاطط فيها 3 عصيان شيش طاووق كده عشان ايه يمسكوا في الجزء التاني كويس. وحطيت القطعة دي الفوم دي زي ما انتم شايفين، وهبتدي ايه بعد ما لزقتهم انقر فيهم كده عشان ايه يدوا شيب كده للأرضية او يدوا شكل يعني. هنا بقى هنبتدي نلون الكلام والبطاطس والحاجات دي. حطيت ابيض ونقطتين كده اصفر. هنا بقى لونا الكلام كله ولونا البطاطس زي ما انتم شايفين. وادي بطاطساية همام الصغيرة. هجيب لون بني عادي كده، بني محروق، وبصوا بالمية زي ما بعمل كده. وهبتدي ايه اشتغل بالمناديل وكده، وهبتدي ايه اشتغل في كله بنفس الطريقة. اسيب شوية وامسح شوية يعني كده. شايفين المنظر بقى عامل ازاي؟ بصوا البطاطساية الكبيرة. هبتدي بقى اغمق البني اللي احنا حطيناه في الاول ده واشتغلنا بيه، اغمقه باسود يعني. واقوم جايب خله زي ما انتم شايفين بقى وايه، وقاعد بنقر في كله.
بصوا الموضوع بقى دلوقتي بقى عامل ازاي. ودي شكل البطاطساية الكبيرة. هبتدي بقى ايه اعمل الحواجب والعيون والحاجات دي بتاعت البطاطس. برسم بالخل عشان تبقى حاجة رفيعة يعني اوي. وهلون حواجب البطاطا، انا بس بلونها ايه عشان تبقى واضحة لي كده انا هشتغل عليها ازاي بالظبط، مش عشان يبقى ده اللي باين يعني. وطبعا هلون العيون والحاجات دي. جبت بقى الخيوط بتاعت الخيش دي، بكرة خيش كده بتتباع كده، وقمت ايه مقطعها زي ما انتم شايفين كده قطع صغيرة جدا، وبالغيرة بقى، وهبتدي ايه اعمل له حواجب. وهسيبها على لونها، يعني هي لونها حلو لايق. جبت بقى لون جراي وغمقته بالاسود، وهنبتدي ايه نلون الطريق كله بقى. لون ابيض ولون اصفر، احنا هنعمل ايه، ولون احمر ونقطة ازرق. اه ده انا كنت عايز اطلع بيج، ماشي. بصوا هبتدي بقى ايه الطش كده بالبيج في الرصيف كله، وزي ما انتم شايفين بمسح ازاي. هنا بعد ما خلصت جبنا لون بني، وهنبتدي نشتغل بالبني والايه ده بالميه، مش بني صريح يعني. وساعات كده وساعات كده، يعني انا بشتغل بالاتنين لحد ما اوصل لشكل يعجبني يعني. هنا غمقت البني شوية، برضو بغمقه بالاسود. وبعدين قمت جايب لون جراي فاتح، لون رمادي، واشتغلت بيه برضو بالمية. وابتدي ايه لازم ادخل فيها درجات الوان كتير عشان تبان طبيعية اكتر. دخلت جراي غامق وجراي فاتح. وهنا بقى دلوقتي شغال بالاسود، اسود بمية كده. بصوا بقى جبت بقى بالجراي الفاتح وبالسفنجة، وهبتدي امشي على الايه على الطريق نفسه، تلطيش برضو. بص الموضوع ابتدى يبان طبيعي اكتر ازاي. بصوا المنظر، والله ما شاء الله طلعت حلوة جدا فعلا. وفي الحقيقة كمان شكلها واقعي جدا. بصوا بقى جبت الخيوط بتاعت الخيش دي، وابتديت بقى اغطي المجسم كله بتاعي بيها. هلزق بقى خيط خيط كده بلزقه بالغيرة. وبعدين بقى نلون الشنطة بالازرق، ده ازرق غامق. هلون الشنطة بالدراعات بتاعتها بكل حاجة. وبعدين بقى لون البلاعة، عملت جراي غامق، وابتدي الون البلاعة كاملة بيه. بصوا المنظر بعد ما خلصت، طبعا لسه ما خلصتش يعني، ده اللون الاولاني.
وبجرايل فاتح كده على السفنجة زي ما انتوا شايفين. وهبتدي ايه برضو الطشها. انا بس بمسح اللون، بطلع اللون من السفنجة عشان ما يبقاش ايه قوي. وانا عايز تلطيشة بس كده. بصوا متهيألي واضحة شوية. هجيب لون زي ده زي اصفر صحراوي كده. وبرضه هتشتغلوا زي ما انا شغال كده برضه. بصوا بالمناديل وبقوم ماسح. حتة تسيبها طبعا لو يعني على حسب ما بتبقوا شايفين بعينيكوا. واشتغل برضو بالاسود بالمية كده. وبعدين هلون بقى عمود النور والكنبة برضو بالاسود. وهبتدي بقى الزق الحروف. انا بحاول اسرع لكم الفيديو جدا والله، عشان ايه تاخدوا الفايدة اللي فيه بالظبط. السوبر جلو ده بيلزق جدا برضو. بصوا بقى المنظر. هبتدي بقى الزق عمود النور بالسوبر جلو. هلزق الكنبة برضو بنفس الطريقة. ونلزق همام. اخر حاجة بقى هلزق الجزئين ببعض. وهلزق البطاطساية الكبيرة اللي فيها النتيجة. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. يعني يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة واللايكات واحلى كومنتات. وان شاء الله اشوفكم قريب جدا في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. سلام.